صباح الفل عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اجازة سعيدة بقى النهاردة الجمعة. تعالوا كده نعمل غدا سهل وخفيف مع بعضينا. بصوا، مبدئيا كده كان عندي فراخ في الفريزر، وكان عندي الحمام دوت والله من قبل رمضان. تخيلوا بقى، كنت ناسياه كده في الفريزر. بصوا شايفين منظره عامل ازاي؟ لا حول الله ولا قوة. بس ولا يهمنا، هنطلع بقى النهاردة احلى غدوة. شايفين كده؟ يلا بينا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. هنسمي ونصلي بالرحمن. معايا كده فرخة، ومعايا بقى هنا 3 فرادي حمام. وعندي بقى كده ده ربع كيلو فريك. انا كنت غسلاه ومنقياه ونقعاه شوية في المية، يعني حوالي ساعة كده، ساعة ونص. بصوا الفريك بيبقى بالمنظر ده كده، تمام. وعندي هنا بقى بصل مبشور وطماطم مبشورة. احط بقى كده شوية بهارات، شوية فلفل اسود، واحط كمان ملح. مش هحط اكتر من كده، مش هستخدم اكتر من كده النهارده. هندعك بقى كده البصل مع الطماطم والتوابل دي، عشان ده هنتبل منه الفراخ، والبصل ده كده هنستخدمه في كل الاكل بتاعنا ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده. الجوانش كل شويه يطلع من ايديا. بصراحه مش واخده على موضوع الجوانشيات ده يا جماعه، أنا بحب اشتغل بايدي، بس يلا بقى معلش عشان محدش يتقرف. اهو المهم بقى، جبت كده طاسه على النار، حطيت معلقه سمنه بلدي، حط كمان عليها معلقه زيت. اهو زي ما انتوا شايفين كده، زودت كده شويه زيت على السمنه عشان الفريك بتاعنا كده يبقى مفرفر في قلب الفراخ كده، وفي قلب الحمام. هنزل بقى بكمية الفريك بتاعتي اللي متصفية كويس جدا من المية زي ما انتوا شايفين كده. وهبتدي بقى اشوح فيه لحد كده لما احس خلاص الفريك بقى كده ما بقاش فيه مية ونشف تماما من المية بتاعته. نيجي بقى هنا كده للطماطم والبصل اللي احنا بشرناهم. هناخد بقى كده بس شوية على جنب، صفيهم كده من المية، والباقي هنتبل بيه بقى الفراخ والحمام. اهو زي ما انتوا شايفين كده. خلاص، هنتبل بقى الفراخ بتاعتنا بمية البصل دي وشوية البصل والطماطم اللي باقيين تحت الجلد بقى، وبره وجوه الفرخة. ونفس الحكاية الحمام، بفتح كده بخلي تحت الجلد. بصوا بالراحة، بصباعي كده بعديه ما بين الجلد واللحم عشان اخلي ما بين الجلد واللحم. هنا طبعا بقى الحمام بتاعنا هنورقه برضو نفس الحكاية اهو. بس يعني مش هقولكوا ان هو هيدينا افضل نتيجة، يعني لان الجلد بتاعه مهري. زي ما قلت لكم، ده انا كان يعني كنت ناسياه في الفريزر من قبل رمضان. يعني هو كان عندي من قبل رمضان. انا بخلي كده، بصوا، ما بين الجلد والعظم كده. خلاص تبلت بقى الفراخ والحمام بتوعي، وهسيبهم كده على جنب يتشربوا كده من التتبيله دي، ويطعموا كده من الخلطه اللي احنا عاملينها. اهو زي ما انتم شايفين كده. نرجع بقى تاني للفريك بتاعنا. هنا كان خلاص اتشرب بقى كل المية بتاعته. اهو زي ما انتم شايفين كده، وبدأ يتحمر. هننزل بقى عليه بالبصل والطماطم اللي احنا صفينا منهم المية وعيناهم على جنب، بس مش هنزل يعني مش هنزل بيهم كلهم. اهو حوالي كده معلقتين زي ما انتوا شايفين. هشوح بقى الطماطم والبصل والبهارات كده، مش هستخدم بقى اي بهارات تانية. خلاص هي كده متبهرة ومتملحة. هزود بس شوية ملح. هنا بقى في طاسة صغنطوطة كده هنشوح ايه؟ الكبد والقوانص بتاعة الحمام. انا بصراحة ما بحبش اشوحها مع الفريك، يعني انا بحب اعمل ده لوحده وده لوحده. اهو زي ما انتوا شايفين، نزلت كده بالكبد والقوانص. الاول نزلت بالقوانص، اسفة. طاسة بقى على قد شوية القوانص والكبد بتوعنا يعني. ياخدوا بقى تشويحة حلوة كده مع معلقة فلفل اسود، بتدي بقى طعم وريحة. مش عايزة اقول لكم قلبان بقى هنا. الفلفل الاسود لما بيتحمر كده مع القوانص بيدي ريحة فظيعة. تمام. هتني بس اقلب فيه شوية لان القوانص تاخد وقت شوية عن الكبدة. نزلت بقى هنا بالكبدة، كانت خلاص. هديها بقى كده كمان تشويحة، وهزود كده حوالي معلقتين مية بس يستووا فيهم. اهو زودت معلقتين 2 مية، مش اكتر من كده. هنا برضو الفريك بتاعنا كنت مزوداه كده حوالي نص كوباية مية عشان هسويه نص سوا. خلاص كده تمام لحد هنا، تمام وزي الفل. حطوا بقى لايك للفيديو واشتراك في القناة، ما تنسوش تفعلوا الجرس على علامة الكل. خلاص كده، هنا القوانص بتاعتنا والكبدة كانت شربت المية بتاعتها اللي انا كنت حطاها لها. هما معلقتين 2 بس عشان خاطر اضمن السوا، لان هي كده كده لسه هتستوي تاني يعني.
تمام كده خلاص خلصنا اهو زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى انا جبت الفريك بتاعي فضيته هنا في طبق عشان يبرد، وحطيت بقى عليه الكبد والقوانص زي ما انتوا شايفين كده. خلاص هنا بقى احط الكبد والقوانص على الفريك عادي. نيجي بقى كده نحشي بسم الله الرحمن الرحيم بالمعلقه بقى كده. طبعا مش هحشي يعني مش حملاها جامد عشان ما تفرقعش مننا، هي اصلا يعني حالتها لا يرثى لها يا حول الله يا رب. يعني بصوا مش عايزه اقول لكم كانوا متدمرين نفسيا يعني كانوا 3 حمامات متدمرين نفسيا. بس برضو هنحشيهم يعني. بصوا الجلد بيتفتح لوحده عشان قعدوا كتير قوي في الفريزر. فزي ما انتوا شايفين كده بصوا، يعني بمجرد ما بتلمسيها كده الجلد بيتفتح لوحده. بس برضو هنعمل حمام محشي ولا يهمنا. انا طبعا بقى شلت الجزء بتاع الرقبة ده، شلت اللي هي الحتة بتاعت الزور، العظمة بتاعت الزور، عشان خاطر اخلي مكان يعني ياخد اكبر كمية حشو اهو زي ما انتوا شايفين. بحاول بس كده اتفادى اي مكان مقطوع، وما بملهاش قوي طبعا عشان خاطر احنا عندنا الجلد بتاعنا مفرقع. طبعا انتي بقى لو عندك حمام سليم ده مش هتحتاجي بقى ان انتي تبقي خايفة كده ومقلقة. بس بصوا مش عايزة اقول لكم الاكل كان حاجة كده ما شاء الله، حلو حلاوة مش عايزة اقول لكم. هنا برضو الفرخة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. باقي بقى الفريك هكمله بقى هنا في الفرخة. هنحشي بقى الفرخة بتاعتنا دي كده حشوة محترمة، وقفلناها كده بأعواد الشيش طاووق. طبعا ما عنديش خلة فقفلتها بأعواد الشيش طاووق عشان خاطر نسلقها بقى. زي ما انتوا شايفين كده قفلت الوركين على بعض. هنا عندي حلة فيها مية بتغلي، حاطه فيها ورق لورا وحبهان اهو زي ما انتوا شايفين. هحط بقى معاها طماطم وبصل وهنزل بقى كده بالفرخة بتاعتنا، وعلى نار هادية جدا تستوي براحتها خالص. يعني انا هوطي النار جدا، هسيبها بقى تستوي على نار هادية. بس بهوي كده الحلة زي ما انتوا شايفين عشان ما تفرش. نرجع بقى للحمام الغلبان ده اهو هنعمل فيه ايه يا حستيان اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا مش عايزه اقول لكم كان شكله عامل ازاي. جبت بقى ورق فويل لان انا مش هعرف اسلقه من غير ما احطه في حاجه تحافظ على الفريك بتاعي. جبت هنا بقى ورق الفويل اهو زي ما انتوا شايفين كده، وهلف بقى كل حمامية في قطعة كده من ورق الفويل عشان خاطر نحافظ على الحشو اللي احنا عملناه. تمام كده. بس قلبت بقى ورقة الفويل كده على الناحية اللي بتلمع اهو. حطيت بقى هنا برضو شوية من الخلطة اللي احنا شايلينها على جنب. هنبتدي بقى كده نلف الحمام بتاعنا اهو زي ما انتوا شايفين كده. هنلف بقى ونقفل الحمام تقفيلة محترمة عشان نضمن ان مفيش اي حاجة تخرج منه اهو زي ما انتوا شايفين. لو عندك بقى حمام مفتوح كده الجلد بتاعه وحاسه ان انت مش هتعرفي تشتغلي فيه، اعملي الطريقه دي ان شاء الله هتنجح معاكي. هتشوفوا شكله بقى في الاخر بعد ما كان مش نافع خالص، هتشوفوا شكله عامل ازاي. تمام كده. هنكمل بقى باقي الحمام بتاعنا. هنكمل الحمامتين الباقيين بنفس الطريقه. حطي كده شويه خلطه هنا كده عشان تبقى متحيقه وطعمها حلو اهو. وفوق برضو كده على الحمامية من فوق عشان يبقى لها طعم كده ويبقى لها شمخة يعني. هو مش معنى ان هو جلده متهربد يعني مش هيبقى نعمله اي كلام، لا اهو. بيقولك الشطرة ايه؟ الشطرة تغزل برجله حمار. اتصرفي بقى اختي اما يبقى عندك حاجة زي كده اتصرفي شغلي دماغك اهو. حلوة قوي كده. خلاص كده احنا ضامنين الحمام بتاعنا مش هيجرى له اي حاجة. هسلقه بقى هنا كده لوحده بعيد عن الفرخة علشان خاطر ورق الفويل بقى طبعا ما يتفاعلش مع الشوربة وكده اهو زي ما انتوا شايفين. حطه بس كده في مية سخنة ومقفلة عليه كويس جدا، وبخلي بقى الفتحة دي لفوق عشان ما يدخلوش مية دلوقتي ويهري معايا الحمام اهو زي ما انتوا شايفين. هغطي بقى عليه وهسلقه كده في شوية المية دول، انا مش هحتاجهم بعد كده. نيجي بقى هنا نعمل شوية رز عبال ما الحمام بتاعنا يستوي والفرخة كمان تستوي نكون خلصنا الرز بتاعنا. حطيت بصلاية على النار ومعلقتين من الزيت، حط كمان معاهم معلقتين من السمنة البلدي. هنشوح بقى البصلاية بتاعتنا دي، هنديها تشويحة بس كده خفيفة. بصوا انا زي ما بقولكوا بصوا اهو الحمام بتاعنا بيغلي والفراخ كمان موطية عليها خالص النار. وزي ما انتوا شايفين بقى كده شغالين في الرز
تمام كده. خلاص بقى احط فصين مستكة، واحدة لومي، معلقة بقى كده من الكركم ومعلقة من الكاري اهو. حطيت معلقة كركم وحطيت معلقة كاري، هديهم بس تشويحة كده بسيطة مع فص المستكة والبصلاية. حط كمان كده حوالي معلقتين من الكاتشب او معلقة كبيرة، وشوية كده من دبس الرمان. بس كده تمام وزي الفل. هننزل بقى عليهم، ده نص كيلو رز بسمتي مغسول ومتصفي، مش بنقع الرز ولا حاجة، بغسله على طول على الحلة اهو زي ما انتوا شايفين. هنديهم بقى كده تشويحة لحد الرز بتاعنا كده ما يسخن ويطلع بخار، وبننزل بقى عليه بالمية. كل كوبايتين رز عليهم كوبايتين مية. بس انا والله بصوا بصراحة ربنا، يعني انا ما بحطش المية بالمعيار، يعني انا عيني ميزان من كتر ما انا اتعودت على كده، يعني انا ما بحطش، يعني مش بعاير بالكوبايه. تمام اهو. بصوا بقى خلاص كده الفراخ استوت، والحمام كمان كان استوى. بصوا طبعا كنا فاقدين في الامل، بس الحمد لله اهو زي ما انتوا شايفين كتب له عمر جديد اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا مفيش اي حاجه خرجت منه الحمد لله. دي بقى اللي كانت ضايعه خالص دي ومتدمره اهي، طلعت بسلام، اللهم لك الحمد. خلاص بقى كده هفضي بقى الحمام بتاعي. انا ما بحبش احمر الحمام في الزيت، انا بحب احطه في الفرن كده تحت الشوايه، يعني واديله كده تقليبه على كل الجهات لحد لما يتحمر ويبقى طعمه حلو اهو. خدتهم بقى كده هما والفرخه بتاعتنا الحلوه دي. هشيل بس البصل كده من على وش الحمام عشان ما يتحرقش معايا. وهنيجي هنا بقى بصوا، دي معلقه دبس رمان على معلقه زيت على معلقه كاتشب، هسقي بيها بس كده الفراخ بتاعتي عشان لما تدخل الفرن تاخد لون وتتحمر اهو زي ما انتوا شايفين، لان انا مش هحمر في الزيت. خلصنا بقى الرز. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، شايفين الرز مفرفر ازاي اهو، الحبايه نازله بحبتها، مفيش واحده لازقه في اختها ما شاء الله. وادي كمان الفراخ بتاعتنا اهي اتحمرت في الفرن واخدت طعم الشوي الجميل بقى. وادي الحمام كمان اهو الغلبان ده اللي ما كانش عارف كناش عارفين هنعمل فيه ايه يا جماعة والله. بس الحمد لله، مش عايزة اقول لكم بقى الاكل كان حلو حلاوة، حاجة كده ما شاء الله اللهم بارك، بألف هنا وشفا. تقوليش بقى اصل الحمام بقى مش عارف ايه جلده متفرقع، لا اتصرفي يا اختي، اتصرفي كده وطلعي احلى ما عندك. طبعا بقى عشان الشكل العام والمنظر والتصوير عملت كده طماطمية سبعات في تمانيات هنا بقى اديها طعم الشوي، كأنك شويهم بقى على الفحم. بصوا الريحة هنا كانت جبارة، مش عايزة اقول لكم كانت جايبة الجيران اهو. خلاص بقى شلت الفحمة بتاعتي. يلا لو وصلتوا لحد هنا وشايفين ان الفيديو يستاهل، لايك وشير واشتراك في القناة وفعلوا الجرس على علامة الكل عشان بقى يوصل لكم كل جديد، مع بقى حبة شيبسي كده وشوية مخلل، والدنيا كانت زي الفل. والغدا بتاعنا النهاردة كان سهل وبسيط، عملت كده طبق سلطة طحينة كمان اهو، مفيش اسهل من كده، بألف هنا وشفا. يلا هستنى بقى رأيكم في الكومنتات، شفتوا الحمام اللي كان بايظ عملنا فيه ايه؟ لايك وشير واشتراك في القناة وفعلوا الجرس على علامة الكل.